السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي مريم السيد أحمد. النهاردة هقدم لكم كورس كتابة المحتوى باستخدام الذكاء الاصطناعي. هنتعرف على خلال الكورس مين هو كاتب المحتوى، ايه أنواع كتابة المحتوى، ايه التركيب التشريحي للمحتوى، ايه الأدوات اللي هتساعدني في إني أكتب محتوى. أول حاجة، مين هو كاتب المحتوى؟ كاتب المحتوى هو حلقة الوصل بين العميل المحتمل وبين المنتج أو الخدمة اللي بتقدمها الشركة. كتابة المحتوى هي جزء أساسي من عملية التسويق وبالتالي نجاح أي بزنس. إيه هي أنواع كتابة المحتوى؟ عندي 3 أنواع من كتابة المحتوى: المحتوى المكتوب، المحتوى المسموع، المحتوى المرئي. المحتوى المكتوب زي المقالات، زي المدونات، زي الإي بوكس، زي البوستات. عندي المحتوى المسموع زي حلقات البودكاست أو الراديو. عندي المحتوى المرئي زي الصور أو الفيديوهات. طب ايه أصلا غرض كتابة المحتوى؟ غرضه إني أفيد وأوصل معلومة معينة للعميل اللي أنا أصلا بوجه له الكلام، أو مثلا عندي حل للمشكلة اللي بتواجهه. في محتوى طويل شوية زي المقالات، محتوى قصير زي البوستات، وبيستخدم أكتر لجذب الانتباه وتقديم المعلومات. دلوقتي هنعرف ايه التركيب التشريحي للمحتوى. التركيب التشريحي للمحتوى بيتكون من 4 حاجات رئيسية، سواء كنت هتكلم في بوست أو هكتب سكريبت. أيا كان الحاجة اللي أنا هكتبها لازم يكون فيها 4 أجزاء رئيسية، وهي العنوان والمقدمة والموضوع والملخص. نبدأ بأول حاجة اللي هي العنوان. ممكن تاخد معانا وقت شوية علشان فيها قاعدة مهمة، وهي قاعدة الفور يوز. وليه في قاعدة الفور يوز في العنوان؟ ليه مثلا ما تبقاش في الموضوع أو في الملخص؟ علشان العنوان هو الجزء الأساسي وواجهة الموضوع أو واجهة المحتوى بتاعي، اللي من خلاله بيخلي القارئ لو العنوان جذبه أو حس إنه مهم تمام هيكمل قراءة، لو لأ أو المعلومات دي هو يعرفها أو العنوان ما جذبش انتباهه هيكمل سكرول ومش هيهتم أصلا بالمحتوى اللي أنا بقدمه. أول حاجة لازم المحتوى بتاعي يكون مفيد، أوضح للعميل هو هيستفاد ايه من المنتج أو الخدمة اللي أنا بقدمها، وبرضو أبين له إن أنا بحافظ على وقته، لأن أنا بفهمه أو بوضح له ايه المستفاد من المحتوى اللي أنا بقدمه. لازم يكون عاجل أو مستعجل، يعني مثلا أقوله 5 معلومات مهمة لازم تعرفها قبل ما تشتري من أمازون. لازم أكون المحتوى اللي بقدمه يكون مختلف وفريد، يعني ما تبقاش حاجة حد قدمها قبل كده وفي نفس الوقت ما تبقاش معقدة ومش مفهومة، لا هي لازم تكون واضحة وبس، ما تبقاش حد مثلا استخدم الفكرة دي قبل. ولازم يكون عالي التحديد، يعني أوضح له الخدمة اللي أنا هقدمها بشكل كويس جدا. كده احنا خلصنا اول نقطة في التركيب التشريحي لكتابة المحتوى. تاني نقطة وهي المقدمة. بعد ما العنوان جذب العميل بيدي نفسه كده 3 ل5 ثواني يقرأ المقدمة ويشوف هل هيكمل قراءة البوست ولا هيسكرول ويعمل اي حاجة تانية. 3 حاجات علشان المقدمة تكون ناجحة. اول حاجة اني اختصر، اول سطر يكون مختصر جدا، استعمل اسلوب السؤال او اني اشرح العنوان اللي انا كتبته في البداية شرح بسيط قوي. تالت حاجة وهي جسم الموضوع أو المحتوى بتاعي، ده المكان اللي أنا هبدأ أعرض فيه أفكاري وهتكلم فيه باستفاضة عن الموضوع. أهم حاجة الأفكار تكون مترتبة، يعني مينفعش أجي أقولك على حاجة هتتعمل ازاي من غير ما أقولك مكوناتها. علشان الموضوع أو جسم الموضوع يكون متناسق لازم يكون مكتوب بشكل فقرات، وكل فقرة أو التانية المسافة بينهم ما تزيدش عن 2 سطر، وكل فقرة ما تزيدش عن 5 أسطر، وتكتب بأسلوب منسق ومفهوم وبسيط. آخر حاجة معانا وهي الملخص أو الخاتمة. أول حاجة هقول ملخص سريع وبسيط عن المحتوى اللي أنا قلته أو اللي أنا كتبته. تاني حاجة إن أنا هفكره بالنقاط الأساسية. كده عرفنا التركيب التشريحي للمحتوى. هل ينفع أكتب حاجة أنا أصلا مش فاهمها أو معرفش عنها أي حاجة؟ اكيد لا. علشان اكتب محتوى لازم ابحث عنه، ابحث اصلا انا هتكلم عن ايه، اعرفه بشكل عام واعرفه بشكل تفصيلي، واخد عنه نظرة سريعة برضه من كذا مصدر، سواء المصدر ده عربي او انجليش او فيديوهات او مقالات او بوستات. برضه ممكن ابص على المنافسين. تاني حاجة اشوف ايه مميزات وعيوب الناس اللي انا بكتب زيهم، سواء انا شركة فبكتب مثلا عن منتجات عناية بالبشرة فهشوف المنافسين بتوعي ايه مميزاتهم وايه عيوبهم واتجنبها. البحث عن البراند والشركة، ادور في المحتوى القديم بتاع البراند او الشركة علشان اشوف هم عملوا ايه محتوى، اشوف ايه العيوب اللي فيها واصلحهم علشان المحتوى بتاعي يكون مش تقليدي. ولازم طبعا اخد في اعتباري الترند، اشوف ايه الترند وقتها
واخد منه محتوى او اعمل منه محتوى واستخدم الكلمات اللي فيه. معايير السيو هي تحسين محركات البحث، هي خاصة اكتر بكتابة المقالات، من خلالها بتزيد عدد الزوار ويزيد ظهور المقال بتاعي في نتائج البحث الاولى. وبكده نكون وصلنا لبونبوناية الكورس، وهي ايه الادوات اللي هتساعدنا اننا نكتب محتوى باستخدام الذكاء الاصطناعي. بس قبل ما اقولكوا الادوات بالظبط هقولكوا ازاي نكتبه بقى باستخدام الذكاء الاصطناعي. اول حاجة لازم ابدأ بسؤال واضح وصريح ومحدد جدا للذكاء الاصطناعي. لازم يكون السؤال واضح علشان هو يفهم انا بالظبط عاوز ايه. اكتب لي ملخص عن اهم الادوات اللي انا ممكن استخدمها عشان انظم وقت. انت خبير في تنظيم الوقت، فانا عاوزاك توضح لي ازاي ادير وقتي واديله المهام بتاعتي. لازم اكون السؤال بتاعي واضح عشان اتجنب سوء الفهم من الذكاء الاصطناعي، وبدل ما انا هاخد 10 دقايق علشان اكتب المحتوى ممكن اخد نص ساعة. علشان اتجنب ده لازم احدد بالظبط انا عاوز ايه منه. بعدها اطلب من الذكاء الاصطناعي ان هو يطرح لك اسئلة توضيحية قبل ما هو يكمل اصلا في المحتوى اللي هو بيكتب. لما هو يطرح لك اسئلة انت طبعا تجاوب عليها اجابة واضحة علشان هو يقدر يكتب المحتوى. بعدها تطلب منه يقيم المحتوى اللي هو انتجه، يعني قوله قيم المحتوى من 0 ل10. اطلب منه ان هو يوضح لك خطوات التفكير اللي هو استخدمها علشان يولد المحتوى خلال الكورس. ازاي اصلا اكتب عنوان وازاي اكتب مقدمة، ده ليا انا علشان انا ابقى فاهم ازاي اصلا المحتوى بيتكتب. لكن انا هقول ايه للذكاء الاصطناعي لازم اكون محدد في الحاجة اللي انا بطلبها منه علشان الاقي نتيجة مرضية بالنسبة لي. بعدها بناخد المحتوى بتاعنا، ولو في اي تعديلات بنقول للديبسيك ان هو يشرح لنا بالظبط الحاجات اللي انا عاوزه اعدل عليها، او هقوله بالظبط هحدد له اكتر في الجزئيه اللي مش عاجباني. وبعد ما اتاكد من النص هاخده عايز مثلا اعمله كبريزنتيشن او ككاروسل احطه على لينكد ان. عندي طبعا موقع جاما .ai طبعا ده مجاني 100%، وحبيت يكون الكورس بسيط وصغير. ولو في اي حاجة واجهتكم عقبات ممكن تبعتوها لي. الادوات ال AI طبعا هتلاقوها مرفقة، ومستنية اشوف انجازاتكم واعمالكم. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تضغطوا لايك وتشاركوه مع اصحابكم عشان يصلكم كل جديد.